الخلاصة من الكلام اللي احنا قلناه. اولا انا عايزاكي ما تستخسريش في التريكو. يعني انت عايزة تطلعي منتج كويس، يبقى هجيب ادوات وهصرف شوية في الادوات تبقى كويسة علشان يبقى المنتج طالع. وبيفرق على فكرة، انا جربت الكلام ده بيفرق قوي. نوع الخيط بيفرق جدا في الشغل. آه، ما تسترخصيش اي حاجة. المنتج لو عايزاه جيد يبقى لازم تدفعي كويس. مش بقولك هاتي حاجة، هو الإبر والحاجات معروف أسعارها في السوق. لو لقيتي حاجة غالية وعند التاني هي طبعا أرخص، لا هاتيها أرخص من اللي عند التاني. بس لو هي لكن لو مش هي أنصحك إن انتي تجيبي الأدوات اللي هي الكويسة. خامة الخيط اللي هي الكويسة وبتعرفيها، يعني مجرد ما بتشوفيها بتشوفي ملمسها على جلدك، هتقبليها ولا لأ. الحاجات دي كلها، وبالتجربة مع مرور الوقت بتعرفي برضو تقدري تقدري ايه الحاجات اللي هي الجيدة من الحاجات الرديئة. اول حاجة احنا هنبحث عن معلومة اضافية زي ما احنا بنتعلم دلوقتي كده. هنعمل قطع تجريبية الاول ونشوف هل ايدينا تمشي في التريكو ولا لا. هل هقدر اكمل المشروع للاخر ولا لا. كمان عشان اقدر ابدأ المشروع لازم اعمل قطعة تجريبية، وهنتعلم ازاي برضو نعمل قطعة تجريبية قبل ما ابدأ الشغل بالمقاسات بكل حاجة.